مسلسل سفاح الجيزة بطولة أحمد فهمي. العلاقة ما بين سفاح الجيزة ومامته اللي دايما بتقطمه وبتحسسه بالذنب. في مشهد مثلا بتشتكيله من أهل مراته فبيقول لها معلش، بتقول له واصرفها منين معلش، لو ما كنتش تخلصني منهم هسيب لك الدنيا كلها. المشهد التاني بتقول له انت وارث الغباء ده منين، قسما بالله انت ولا ابني ولا اعرفك. في ربط في الأحداث هنا ما بين شخصية أحمد فهمي اللي هو سفاح الجيزة وما بين ابن باسم سمرة. طب إيه العلاقة؟ بيجي مشهد بين باسم سمرة وابنه بيقول له أنت مش بتستوعب، أنت ما بتفهمش، أنت لو كنت هادي ومش زنان كان زمان أمك لسه عايشة معانا. المشهد التاني لباسم سمرة وهو بيقول لازم يعرف يعني إيه يكلم أبوه، وإنه ما ينفعش يكلم أبوه كده، إحنا مش لسه هنطبطب ونقرب. لو لاحظنا هنلاقي إن في علاقة ما بين علاقة أحمد فهمي اللي هو سفاح الجيزة بمامته وما بين ابن باسم سمرة وعلاقته بأبوه، وده اللي بيظهر في الحلقة الثالثة والرابعة. أحمد فهمي وهو طفل شاف أمه بتقتل أبوه، وابن باسم سمرة عنده اعتقاد بشكل غير مباشر إن أبوه هو السبب في موت أمه، ومن هنا اتولد جواهم إحساس بالظلم والقهر من الطرف اللي لسه عايش، علشان كده بيحاولوا يضايقوهم بشكل غير مباشر. والدة السفاح وباسم سمرة الاتنين ما حاولوش يقربوا من الولاد، بالعكس كان بيزيد تمسكهم بالسلطة الأبوية والعنف، اعتقادا منهم اللي بيعملوه ده لصالح ولادهم. رمي الأخطاء واللوم على الأولاد من ناحية أم أحمد فهمي اللي بتقوله أنت اللي بلغت البوليس عني، بتغلطه هو إن هو بلغ عنها على الرغم إن هي كانت بتبيع كبدة كلاب. ومن ناحية ابن باسم سمرة اللي دايما أبوه بيقوله أنت السبب في موت أمك بسبب زنك وقرفك. لما أحمد فهمي سأل باسم سمرة عن ابنه وقال له ده سن خطر ما بينساش حاجة، هنا كان بيعمل إسقاط على نفسه وعلى فشله في محاولة تخطي اللي حصل له زمان. المسلسل بيلقي الضوء عن الخطأ في تربية الأولاد، وإنك ممكن من غير ما تحس تخلق في بيتك سفاح صغير. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وفولو واشتراك لقناتي على اليوتيوب، وبس كده، سلام عليكم.